يا ماما. ايه يا حبيبي ماما؟ انت بنتي تعبانه واقفه في المطبخ ليه؟ طب واذا كنتش انا اعمل لمراتك مين هيعمل لها؟ مش زي بنتي؟ طب استني اختي جايه هتعمل لا لها. بعمل لها حته كبده كده بلدي تسند عظمها كده، ترمى عظمها كبده، واحمر لها بطاطس كده وهعمل لها ده هي لسه والده ينفع تاكل كبده وكده؟ كبده حلوه ليه؟ ما بقالها كام يوم الكبده حلوه ليه؟ كتر خيرك يا زوزو والله العظيم. امال انت اللي هتعمل يعني؟ مين اللي هيعمل؟ طب المهم انا هاكل ايه؟ كنت بعمل لاولادي. طب انا هاكل انت تاكل حته جبنه قديمه. لا والله. اعمل لك حته جبنه قديمه بالطماطم والخيار، انسى. انا من ساعه ما هي جت ولدت هنا وانا انت مش مهتميه بيها، مهتميه بيها هي. جايبه لك جبنه قديمه ومش هحط لك هنا واحط لك عليها وبص حبه طحينه وتاكل وتحمد ربنا. اهم شيء اكل مراتك. ايوه مهتميه بيها. هو انت اللي والد ولا هي؟ يعني برضه انا جوزها. هو انت اللي بتتنفس؟ انت جوزها بتتنفس ايه؟ وانت اللي حزقت وطلقت وتعبت؟ ما انا ما بنامش معاكم. ايه الرجاله دي؟ ايه الرجاله اللي عايزه تاكل والاكل من الستات؟ يا حبيبي الست تعبانه عشان والده، جايبه لك نونو، يعني واخد من صحتها ومن عافيتها. ايه ده؟ هو كل ست تولد بقى؟ هتبصوا على اللقمه اللي بتاكلها الست عشان والدتكوا عايز تتعالج. هو انت تعبت في ايه؟ انت تعبت طلقت انت ولا؟ هي كل ست بقى بتولد حباتها هتعمل كده؟ امال الجنه تحت اقدام الامهات ليه؟ ودعوه الحمل السما والكلام ده. طبعا طبعا. ايوه يابا. ربنا يكرمها يا رب. اللي عنده زوزو زينا الناس تقول له يا عمنا. ما هي كمان برضك بتشني لما كنت تعبانه. ايوه الله يديك الصحه. وبعدين انا من غير ما حاجه دي بنتي ودي امانه عندي، امانه حاسبني ربنا عليها، لازم احطها في عينيا اكتر منك انت. الله اكبر عليك. امال ايه انت مفكر ايه؟ مفكر كده هي لعبه؟ ادخل بيوت الناس واحط ايديهم في ايديهم لعبه ولا اكون قد المسؤوليه؟ لازم اكون قد. طالما حطيت ايدي في ايد ناس ودخلت بيتهم دي اغلى من بناتي وعاملها احسن من بناتي، واتقي ربنا فيها عشان ربنا يبارك لي فيكم.